خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المنصور. والسمو السيدات والسادة، Your Majesties, بداية ladies and gentlemen. أود أن أرحب بكم جميعا At the outset, I would like التي to أود أن warmly welcome تعتبروها you, جميعا everyone, بلدا to ثانيا Egypt, لكم يسعده this country استضافتكم which I hope ويرحب you will بتواجدكم consider as a على second أراضيه homeland, ويهتم because we are بالعمل happy معكم to welcome من أجل you تعزيز قيم التعاون on this Egyptian والعمل land. المشترك في شتى We المجالات. have every intention to إننا work hand in hand with نجتمع you معا in all اليوم areas للتباحث together. بشأن إحدى أكثر القضايا Today, العالمية we have come أهمية together وإلحاحا، وهي مواجهة to تغير work المناخ on one of the most خلال urgent أعمال issues الدورة faced by the planet, والعشرين the issue of لمؤتمر climate change. الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة During الإطارية this conference of parties, لتغير المناخ COP 27 the United Nations الذي ينعقد في دورته from the الحالية Convention on Climate Change, بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم، لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من لازم نحافظ على كوكبنا، ما هو كوكبنا كل حياتنا، بيتنا عملنا وطننا أملنا ومستقبلنا، ورث ولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. كوكبنا غالي علينا وملوش بديل، بس بنأذيه بإيدينا ومعايا دليل. نسبة غاز الكربون عمالة تزيد وتلف حوالين الكوكب، وده ضار جدا ومش مفيد، بيضر جميع الكائنات الحية، وتغييرات مناخية أكيد، ويؤدي لاحتباس حراري، يعني درجة حرارة ترتفع وتزيد. لازم ننشر الوعي ما بيننا عن أخطاء بشرية تدنا وتكون سبب تغيير مناخنا. لازم ننشر الوعي ما بيننا، لازم نتعاون قادة وشعب والإيد في الإيد، ونغير عاداتنا الاستهلاكية من أول وجديد. لازم نحافظ على كوكبنا، ما هو كوكبنا كل حياتنا. لكل بيت يعمل على السطح عازل حراري يخلي الجو حلو لطيف، سواء في شتاء أو كنا في صيف، ونقلل من استخدام الدفاية والمروحة والتكييف. وكفاية عوادم سيارات عاوزينها بالكهرباء واحنا نركب دراجات، ونستخدم ألواح شمسية وطاقة رياح، طاقة نظيفة ومتجددة ملهاش آثار سلبية وتوفر طاقة كهربية. ونزرع أشجار كتيرة مفيدة، ونزود مساحات خضراء زراعية، ونعوض تجريف التربة بطبقة جديدة من طمي النيل وزراعة أفقية ورأسية. ونستخدم أسمدة طبيعية صديقة للبيئة ومش كيماوية. يا ولاد بلدي، نقطة مية تساوي حياة، ونهر النيل نعمة عظيمة غيرنا كتير بيتمناه. لازم نحافظ على كوكبنا، ما هو كوكبنا كل حياتنا، بيتنا عملنا وطننا أملنا ومستقبلنا. كان معكم الطالب أحمد محمود عبد الرؤوف، الصف الأول الإعدادي، مدرسة الحلمية الإعدادية بنين.